اليوم احنا ابتلينا في هذا المرض، والله يكافيكم الشر، وما منكم احد الا يعرف الا شخص اصيب بهذا المرض وتدهورت حالته او الله يرحمه في رحمته يعني. لكن الله سبحانه وتعالى اليوم من علينا بمنة عظيمة جدا، وهي ان سخر لنا بعض العقول في العالم كله وبعض المال على اساس التطعيم يوصل للدولة عندنا احنا هنا. الخيار الوحيد اللي يعني من بعد الله سبحانه وتعالى لنا في الوقاية من هذا المرض ومن تدهور الحالة ومن فقد أحبتنا ومن نشر المرض كذلك هي التطعيم. البيانات اللي نشرت حديثا في البرلمان عن 400,000 مسجلين في التطعيم، هذه بيانات قليلة جدا، نتكلم عن 10%. أتكلم عن هذا والله العظيم وأنا لست مبعوثا من وزارة الصحة، أتكلم من باب الأمانة اللي عندي أنا، الأمانة يعني. وأنا بديت في نفسي وفي أهلي كلنا طعمنا. التطعيم هو الحل الوحيد من بعد الله سبحانه وتعالى للحماية من المرض وللحماية بإذن الله من الوفيات وللحماية من نشر المرض، علشان تستمر هذه الجمعات لا سيما مع دخول رمضان يعني. الشاهد الآخر في هذا الموضوع هو أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشاهد الآخر في هذا الموضوع هو أن احنا ما نعكف بس أن احنا نسجل نفسنا، احنا مسؤولين كذلك عن العيال وعن الناس اللي يشتغلون في بيوتنا ولا الناس اللي يشتغلون في اعمالنا الحره كذلك. فقط للتنويه السريع، التطعيم امن لمرضى السكر ولمرضى الضغط ولمرضى القلب ولمرضى الربو ولكل من ياخذ ادويه مخفضه للمناعه وحالته مستقره. اتكلم في هذا الموضوع وانا متخصص في علم الدواء وشخص درست في الجامعات خارج الكويت وجيت هني للأمانة لأنقل جزء مما علمنا الله سبحانه وتعالى لكم. فالحل الوحيد يا جماعة الخير أن نتوجه يعني اليوم بس علشان هذا الشيء ونسجل في منصة التطعيم. لا تستهين في نفسك، أنت فرد في أسرة، الأسرة جزء من عائلة، العائلة جزء مرتبط بأسر كثيرة، وهذا سينعكس على المجتمع بشكل كبير. وجود التطعيم معناته مناعة مجتمعية، معناته الحياة رجعت إلى طبيعتها، معناته احنا